بينك وبين الفنانة حنان ترك وانت تكون وانت انتقدتيها بسبب ارتدائها الحجاب، وخلاف بينك وبين سلاف فواخرجي بسبب مسلسل كيلوباترا، وكمان انك بتغاري من نجمات لبنان وسوريا بسبب عملهم في السينما المصرية طبعا. وخلاف مع منى شلبي بسبب فيلم الأولى في الغرام. كما انك في شائعة كانت قوية جدا انك خطفتي فريد المرشدي اللي هو زوجك من الممثلة سوسن بدر اللي كانت متزوجته. وايه تاني قولي. هذه اللي موجودة، وهذه اوريدي نشرت في الصحف اكيد ما هو رأي الشخص لنا، بس اشاعات نشرت في الصحف. ايش رايك وايش ردك؟ بصي انا ما يعني من الناس اللي بقالي حوالي 4 سنين ما بقراش جرايد، فحاجات كتير قوي من اللي قلتيها دلوقتي مفاجاه بالنسبه لي، وفي حاجات بسمعها طبعا وبضحك، لاني لو هفضل ماشيه ورا الشائعات مش هعيش، عارفه يعني. ولازم دلوقتي عشان في ناس دخلاء كتيره جدا على الصحافه، فعايزين يبيعوا، عايزين يعملوا موضوعات ويقبضوا ويفتحوا بيوتهم، فالناس دي بيبتدوا يألفوا حاجات ويبتدوا يعيشوا في بس كتير قصص. كتبوا عنك عن خلافات، يعني يمكن ما هو لازم يعملوا كده، يعني هم بيخترعوا هالخلافات. اكيد ما في شيء من هالموضوع. بص يعني الحاجات اللي تضحك منها مثلا سلاف وخرجي، انا عايزه اعمل اصلا نفرتيتي، ما عنديش اي اهتمامات بكليوباترا، بس عشان نفسي اعمل حاجه فرعوني فقال لك لا داليا عايز تعمل كليوباترا، بما ان انا اهتمامي اصلا لان انا دارسه ارشاد سياحي وتاريخ، انا نفسي من زمان اعمل نفرتيتي، فدي حاجه من الحاجات اللي بتضحكني ان هو قال لك دي فرعوني ودي فرعوني. واشاعه زوجي كان متزوج من لا دي انا مش هتكلم عليها اصلا، لان في اوراق رسميه بتقول انه هو طلقها قبل ما انا اتعرف عليه ومن قبل اما انا، يعني حاجات حتى سخيفه، لان في الاول وفي الاخر احنا زملاء فما ينفعش نتكلم في ده. ومش اول مره واحده تتجوز حد من الوسط وكان متجوز حد تاني من نفس الوسط، فعيب، لان في الاول وفي الاخر احنا زملاء، فانا مش هخش في الحته دي لانه عيب بجد يعني.